الرصاصه اهي طالعه من هنا وتمام والجرافيك زي الفل. المفروض داخله المشهد التاني، يعني المفروض الرصاصه دي داخله المشهد ده. فين الرصاصه؟ فين الرصاصه؟ يعني العيال، طب العيال جرت من ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد الفيديو الشيق القيم اللي احنا عملناه الفيلم اعدام بريء بتاع الاستاذ عماد يوسف، وصلتني الصراحه رسائل كتير على البيج وكومنتات وبتقول ان الاستاذ عماد يوسف مش ممثل اصلا يا جماعه. استاذ عماد احنا ظلمناه. استاذ عماد بيعمل ايه بقى يا رجاله؟ استاذ عماد شاعر، وبكده يبقى في احتمال 0% ان احنا نكون ظلمناه. ولذلك قررت النهارده ان احنا نشوف سوا الشعر بتاع استاذ عماد، واتضح ان هو بيعمل كليبات شعر. كليبات شعر. انا كنت اسمع مثلا عن كليبات اللي هي بتاعت الاغاني، كليبات بروموهات للافلام، اسمع عن كليبات كتير، بس كليبات شعر جديده بالنسبه لي. ولكن على ما يبدو ان استاذ عماد هو بتاع الجديد كله. قبل ما نبدا بس عشان الناس اللي هتستظرف وتقعد تسالني انت قاعد بتصور بالكلسون، طب ده مش براندنج، طب الاعلانات، طب المعلنين، طب القصص دي كلها، لا يا حبيبي، فلا يذهب المعلنين الى الجحيم. انا افضل راحتي الشخصيه عن راحه المعلنين. اي حد عايز يعمل اعلان عندي طقم جديد كده، سيبكم من الناس دي خالص، الناس دي غلابه وانا غلبان، يعني بنريح بعض، فاهمني؟ فيلا بينا نشوف كليب استاذ عماد والله لنساكي. مبدئيا الجوده المتاحه هي 360 فقط، وهذا شيء مبشر بالجحيم اللي هنشوفه. بيبدأ الكليب مع زي ما انتم شايفين عماد عبد المنعم والله لنساكي، وهنا لنساكي اصلا فيها الف، يعني هي لم الف بس هي مكتوبه هنا لم نون سين الف كاف ي عليه. اكيد مش ده الخطأ اللي هنشوفه يعني في الفيديو كليب، فنكمل. الله، ايه المؤثرات الصوتيه والرعد والبرق والمطر بتوحي بان هو تابع لمدرسة الديوان. طبعا تسألني ايه مدرسة الديوان؟ انا معرفش، بس دي اللي افتكرتها من المدارس. مبدئيا كده وقبل اي حاجة، كلمات واداء عماد عبد المنعم. كلمات واداء عماد عبد، هو لازم يطلع بيعمل حاجتين، او هو اي حاجه بيكتبها لازم يعملها. برضو الفيلم اللي هو فاهم تاليف عماد عبد المنعم، تمثيل عماد عبد المنعم. صحيح صوتك وحشني، وحشتيني يا حبيبي، ما هي وصوتها واحد، يعني وحشتيني هي وصوتك واحد، يعني كلهم بيجوا مع بعض. انا مش عارف انت فاهمني ولا لا، ولا حد نكمل. وحشتيني، صحيح صوتك وحشني وحشتيني. صح. هو في ايه؟ ما قالها 3 مرات فعلا ولا انا بيتهيألي؟ نرجع نشوف نتأكد. صحيح صوتك وحشني وحشتيني برضه صحيح صوتك وحشني وحشتيني. صحيح يعني من البداية كده شكلنا غلطنا، يعني شكلنا غلطنا لما قلنا ان احنا نعمل الموضوع ده. مش عارف، بفكر اوقف دلوقتي اصلا الفيديو وما اكملش واكتب على الموضوع كل واحد يروح. بس يا جماعة اعتقد ان ده تأكيد يبرز المعنى ويوضحه، يعني هو بيأكد على انها وحشته وصوتها وحشه. تكمل. صرتي فيا وتعلقت بيكي، صحيح حبيتك وبتمناكي ومستنيكي. صحيح يا قلبي بتترجاني وتناديني، صحيح يا قلبي انا منك وانت مني. هو فين القافيه؟ يعني اللي اعرفه ان الشعر ده بيبقى ليه وزن وقافيه وابيات وحاجات زي كده، وبعدين الصحيح قلبي انا منك وانت مني، يعني مش فاهم انت ليه دايما بتعامل الكيانات بانفصال؟ يعني وحشتيني وصوتك وحشني، يا قلبي انا منك وانت مني، يعني طبيعي انت ماشي قلبك بره يعني. صحيح مشتاق لضحكتك. انا واحده صحيح كمان، وهقوم اولع في نفسي واولع فيكو واولع في الجهاز. مشتاق تسمعيني، مشتاق لضحكتك، مشتاق تسمعيني. صحيح صوتك وحشني كده بقى اللحن اتغير ودخلنا بقى في مرحلة أكيد التجلي. ده بقى التجلي بقى، والشعر اللي احنا هنشوف فيه عظمة الشاعر الحقيقي عماد يوسف.
مش ممكن ابدا تملكيني، مش ممكن ابدا تكسريني، مش ممكن ابدا تكسريني، مش هتملكيني، مش هتكسريني. واثقه اني مش هنساكي، واثقه اني مش هنساكي، ولا بتطمني نفسك اني هفضل وياكي؟ يعني طب الشعر ده بيندرج تحت انهي شعر؟ اصل انا سمعت الحلمنتيشي، سمعت العربي، سمعت مش عارف الجاهلي، سمعت من كذا حقبه في التاريخ، ده بيندرج تحت ايه؟ لازم انسى ضحكتك، لازم انسى ضحكتك وانساكي، حتى لو كسرت بايدي قلبي وفؤادي، حتى لو كسرت بايدي قلبي وفؤادي، حتى لو كسرت بايدي حتى لو كسرت بايدي قلبي وفؤادي، حتى لو كسرت بايدي قلبي وفؤادي. يعني هو الموضوع ناقص تكرار يا عم عماد؟ يعني انت قايلها مرتين وحاطط لي صدى صوت؟ يعني انت شايف ان الموضوع فعلا انت ما كررتش بما فيه الكفايه فبكمل بصدى صوت؟ هو غالبا فاكر انه لما بيردد نفس الكلمه تاني فهو كده بيعمل قافيه، فاهم؟ اللي هي نفس اخر الكلمه. الله اعلم، بس انا احساسي بيقول لي كده. والله لا انساه. تصدق بالله والله العظيم الحتت اللي بتعدي بمزيكا وانت ما بتتكلمش فيها احلى بكتير من الفيديو كليب. والله ما بضايقك، بس والله احسن. ألا بيع نفسي واشتريكي، ألا بيع نفسي واشتريكي، ألا بيع نفسي واشتريكي، ألا بيع نفسي واشتريكي، قال ألا سيب وطني وبلدي واروح معاكي. يعني انت عامل كل الليله دي كلها عشان هي قالت لك تسافر معاها؟ يعني انا قلت خانتك، قتلتك، عملت ايه؟ يعني كل الكلام ده عشان كنت عايزه تسافر وعايزك تسافر معاها؟ ألا سيب أهلي وناسي وأعيش معاكي، أسيب أهلي وناسي وأعيش معاكي، بلدي اللي كرمتني، بلدي اللي كرمتني أمانة في رقبتي. ملهاش حق والله. والله غلطه احنا كلنا ندمانين عليها. كان نفسي تكوني ليا أسعدك وهنيكي، كان نفسي تكوني ليا أسعدك وهنيكي، ده أنا مهما عملتي أحميكي وعمري ما أذيكي. ألا بيع نفسي واشتريكي، ألا بيع نفسي واشتريكي. تخيل انت يعني لسه ما سابش ايدها، ميكروباص نزل منه 2 وبيخطفوها، عملت خطف عاديه جدا. هنشوف استاذ عماد بيعمل ايه. يعني والميكروباص جاي يخطفها بالنمر عادي. يعني العصابه ما خدتش بالها مثلا ان هم لما بيروحوا يخطفوا بياخدوا عربيه معلهاش نمر؟ الا بقى ممكن يكونوا بقى تفتكر ان هم ممكن يكونوا سارقين العربيه فمش فارقه معاهم النمر والعربيه اساسا متبلغ. بس دي رؤيه اخراجيه بعيده شويه اعتقد. عمري ما اذيكي، ألا بيع نفسي واشتريكي، ألا بيع نفسي واشتريكي. بس استاذ عماد شاف 2 بيخطفوا واحده، مش هيجري بقى الحلقه، طلع المسدس وراح ضارب ايه؟ طلقه على العيال. لحد هنا الامور تمام. طلقه بقى، شايف الجرافيك؟ والله العظيم جرافيك احسن من الهندي. شوف احسن من الهندي يا باشا، ده انت ما تشوفش الكلام ده، بيضرب عليهم بلمبه نيون. شايفوا؟ لا وفي فارغ بس ايه بقى اللي انت ضربه عليهم ده؟ انا مش فاهم يعني. دي البوسه. وبعدين ثواني، في حاجه يعني خدت بالي منها لما المشهد كمل ورجعته. الرصاصه اهي طالعه من هنا وتمام والجرافيك زي الفل. المفروض داخله المشهد التاني، يعني المفروض الرصاصه دي داخله المشهد ده. فين الرصاصه؟ فين الرصاصه؟ يعني العيال، طب العيال جرت من ايه؟ وبعدين هي قاعده على الارض بتشطب، قومي اعملي اي حاجه. انا مش عارفه، وكانت قاعده بتشحت في نص الشارع ولا ايه حكايتها؟ ما قدرتيش، ما فهمتيش، ما اشتريتيش. بص يا استاذ عماد، انت يعني فكرتك مغلوطه تماما عن الشعر. مش معنى ان اخرها ايش فهي كده كل دي قافيه. يعني ما قدرتيش، ما عشتيش، ما اشتريتيش. طب يعني عايزين نروح القسم نطلع فيش واحنا معديين على الجرسون نسيب له حبه بقشيش، ابوس ايدك سيبنا عيش. يعني ده مش شعر. ما رحمتيش. ده مصر. كتبت فيكي شعر وانتي ما تستاهليش. كتبت فيك شعر وانت ما تستاهليش. يا ريتني بفلوس الكليب اشتريت قرش حشيش.
حبيتك واشتريتك وانتي ما قدرتيش. حبيتك واشتريتك وانتي ما قدرتيش. كنت شيطان غشني وما رحمنيش. كنت شيطان غشني وما رحمنيش. ومهما عملتي وأذيتي عليكي ما بدعيش. ومهما عملتي وأذيتي عليكي ما بدعيش. ده عشان انت قلبك طيب، ده عشان انت قلبك طيب، ده عشان انت قلبك طيب. ملاك بجناحات في هريش، ملاك بجناحات في هريش، ملاك بجناحات في هريش. لكن والله لنساكي، والله لنساكي، والله لنساكي، والله. يا عم تصدق بالله ربنا رحمها. ده احسن حاجه حصلت في حياتها اللي انت هتنساها. ده يعني ده انا لو مكانها يعني كنت هحتفل بهذه المناسبه. والله لنساكي. طب مبدئيا يا رجاله دي مداهمه، يعني اللي حصل ده مداهمه. بيضرب غطس في البراميل، يعني ليه؟ طب ما تعدي من جنب البراميل من هنا من اليمين او من الشمال، او حتى لو هتعدي ما تطلع فوق البرميل وتنزل. ليه بتعامل نفسك على انك دولفين؟ انت شاعر ما تعملش كده. الحمد لله خد طلق. كل دعائنا واملنا دلوقتي ان الطلقه تكون موتته. يعني انا كل اللي بتمناه ان هو يكون استشهد. احسن منك مخلصه عنك، احسن منك مخلصه عنك. ده في واحده تانية حبته، وبعدين ده ايه يعني هي رايحه تعالجه في مكان المداهمه. يعني في اسئله فين الاسعاف؟ يعني يعني بلاش هي رايحه، يعني هنعدي ان هي راحت مكان المداهمه ودخلت ويعني عادي مفيش يعني ماشي، مفيش عصابه، العصابه على قدها عادي. فين الاسعاف؟ عالجه يا حاج عالجه. حبتني اخلصت لها. والله العظيم لا، والله العظيم حماره. اخلصت لي. حبتها حبتني. اخلصت لي حبيتها خلصني تعبت. حبتها حبتني. هي نور عينيا ومراتي وحبيبتي. بيها ومعاها نسيتك ونسيتني. بيها ومعاها نسيتك ونسيتني. مش قلتلك والله نسيتك، والله نسيتك. هو اصلا الكليب والله اللي نساكي افلب والله نسيتك. ولكن الحمد لله في النهايه وصلنا للجزئيه المفضله ليا وهي التتر. وهنبص بقى على التتر تاني. بيأكد الموضوع تاني ان هي لنساكي من غير الف وكلمات وداء. تاني بيأكد الموضوع تاني ان هي لنساكي من غير لم الف، يعني ناس الالف برضو عادي. هي تقريبا جاي عشان هو انساكي فشال الالف نسيها. هندسة صوت باسم شاهين. خليني اقول لك ان باسم شاهين ده هو اللي عامل التراكات بتاعه المزيكا اللي موجوده في فيلم اعدام بريء. اداء تمثيلي شاكر الاصيل، حمدي شاكر، احمد شاكر، الطفل مصطفى شاكر، يعني شاكر وولاده. انا بس بمناسبه الشوت ده انا عايز اعرف مين اللي عمل الجرافيك. يعني انا مستني اشوف مين اللي عمل الجرافيك. وها هي يا اخواني لحظة كشف الحقيقة. الفيديو كليب برضو طلع من انتاج H2O جيم. جماعة انا شكلنا كده غلطنا المرة اللي فاتت لما قلنا ان الفيلم مش انتاجه. شكله كده هو اصلا صاحب H2O جيم. ارتست مانجمنت ضياء فاروق. اي حد محتاج الفنان في حاجه يكلم استاذ ضياء فاروق رقمه. بينتهي الفيديو كليب وهو تارك وراء مخلفات حرب كتير. والصراحه انا المره دي ما عنديش اي اسئله ولا حاسس باي نوع من انواع الشفقه او الظلم. بالعكس انا حاسس بالشفقه على نفسي.
يعني انا متضايق ليا الحقيقه. انا بشكر الظروف اللي خلت استاذ عماد يختفي من على الساحه ايا كانت ايه الظروف دي، بس انا بشكرها يعني، لان هو اعمال تانية اكتر من كده كان هيسبب مشاكل في الوسط كله. يعني ده الواحد هو معدي قدامه فيلم من بتوع الشحات مبروك بعد كده هيضرب له تعظيم سلام. الحمد لله قدر اللطف وعدت على خير. فما تنساش قبل ما تطلع تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، ويعني تستنونا بقى في حاجات تانية، بس اصبروا عليا شويه اتعافى من اللي حصل ده وبعدين نعمل بقى اللي احنا عايزينه. يلا سلام.